1/1/94 يعني 29 سنة و9 أشهر و28 يوم. يعني هسه أنت عايش بالساعات 259,600، بالدقائق 15,320,600، وبالثواني 931,246,000 ثانية. لديه أكثر من 200 شهادة دولية في علوم الرياضيات، عبقري في مجاله ولديه أفضال علمية كبيرة. عندك كم شهادة؟ 200 شهادة دولية. شلون حصلت عليك؟ دخلت عدة اختبارات، ضافوني بجروب مال دول ألمانيا وعدة دول، واختبروني وحسبت عمرهم ونشرت فيديوهات وتعجبوا. أنت شنو تعرف يعني؟ أنا أعرف بالقرآن ودروس وتعليم الأطفال والشباب. لا الرياضيات أقصد، الأرقام. الرياضيات أحسب العمر بالساعات ودقائق والثواني، وبالشرح والدروس وتسهيل الرياضيات أيضا. هاي شلون تعلمت؟ تعلمت أنا أحب الأرقام من أنا صغير، ففكرت وطورت نفسي واكتشفت الأسرار. زكريا يمتلك أكثر من 15 مؤلف غير مطبوع لأسباب مادية، جميعها ألغاز ونظريات غير محلولة استطاع من تفكيك شفراتها. أريد دعم على مواهبي والاكتشافات. كم اكتشاف عندك لحد الآن؟ جمعت الاكتشافات ب15 كتاب لكن غير مطبوعات. 15 كتاب؟ نعم، إن شاء الله الاكتشافات؟ كل الاكتشافات إن شاء الله تصير من تأليفي ويستفادون العالم. تخص شنو؟ فقط القرآن لو غيره؟ تخص أمور بالقرآن، معجزات وبالتفاسير وبالحفظ وباللغة العربية وأسرار اللغة العربية ورياضيات وأشياء كثيرة. التاريخ الميلادي يختلف عن التاريخ الهجري؟ نعم يختلف، وكل 33 سنة ينعاد. يعني رمضان هاي السنة بعد 33 سنة ينعاد نفس التاريخ. نفس التاريخ؟ الدليل بسورة الكهف. شنو الدليل؟ ولبثوا في كهفهم 300 سنة وازدادوا 9. ينطيك دليل كل 300 سنة ميلادية تعادل 309 سنين هجرية. تجزئها 100 100 100، التسعة تجزئها على 3 3 يعطيك يعني كل 100 سنة تعادل 103. ال100 تجزئها على 3 33، فيعني كل 33 سنة يرجع ينعاد. هو سريع في الحساب الذهني لدرجة الذهول. أطلع التفاصيل كم جمعة وساعات ودقائق والثواني وعمره. زين خلال ايش قد هاي المعلومة طلعت؟ هسه بلحظات. لحظات؟ نعم طيني مواليد. يعني مثلا 12/11 1990. 12/11/90، بعد اسبوعين يصير 33 سنة. يعني هسه بالساعات عايش 291,600 ساعة، وبالدقائق 17,240,600، بالثواني 1,046,960,000 ثانية، و1675 جمعة. العمر كله إن شاء الله. الرقم 7 يعتمد عليه في كل نظرياته، يعطي أسراره في القرآن. أنا اكتشفت السر. شنو السر هذا اللي اكتشفته؟ احتاروا العلماء في إيجاد نظرية لحل الأعداد الأولية وأشون تعرف العدد. فأنا اكتشفت لغز، فهذا اللغز بعد ما طرحته أريد أصل هاي الجهة حتى أطرح حلولهم. أنت حليت هذا اللغز؟ نعم. ايش قد صار لما محلول هذا؟ ناشرين يقولوا منذ سنوات لم يستطيعون الحل. يعني جيت تقريبا كم سنة؟ ما كتبوا كم سنة، بس كاتبين سنوات كثيرة. سنوات كثيرة. نعم، واساتذة الجامعة كثيرين عملوا لي تاك، قالوا هذا نابغة بالرياضيات، شو يعرف لو لا. أنت حليت هاي المعادلة؟ نعم، اكتشفت لغز مضبوط وما حد متوقعه. شو اسمها هي المعادلة حتى يعرفون انه انت حليتها؟ ايجاد السر في الاعداد الاولية. هذا كان لغز يعني عند علماء الرياضيات؟ اي يعني هم يعرفون انه اذا زوجي ليس عدد اولي، لكن اللغز اللي انا اكتشفت من خلاله تعرف اولي لو لا. اكتشفت اسرار، تعرف الصورة اذا نزلت من اول حرف، اسرار تعرف معنى الكلمة من اول حرف، وتعرف رقم الآية من خلال رقم الصفحة، ومن خلال ضرب قانون معين تعرف رقم الآية والصفحة واشياء كثيرة. شلون هاي تقدر مثلا يعني؟ مثلا انت تختار صفحة على سبيل المثال، مثلا تختار صفحة 11 ناقص 1 10 في 7 70، فتفتح المصحف آية 70. هذا بس بصورة البقرة. بس بصورة البقرة. نعم. يعني هذا يعتبر إعجاز. نعم، إعجاز ودليل قوي على إعجاز رقم 7. وأيضا انطيت للطلاب تكرار رقم. ليش رقم 7 بالذات يعني؟ الله خلق 7 سماوات
وأيام الأسبوع 7، وسورة الفاتحة 7 آيات، وأمور كثيرة رقم 7. من بغداد مصطفى لطيف، قناة الرشيد الفضائية.